دلوقتي انت قاعد في العياده، دخل عليك اب وام مخضوضين وفي ايديهم سنه ابنهم، تعمل ايه؟ انا محمد خالد ودي اس بي سي. موضوع الافالز التوث ده موضوع بيحصل كتير، بس معظمنا مش عارف البروتوكول الصح اللي المفروض نتعامل بيه في الحاله زي كده. طيب اول حاجه بتطمن الاهل، بتقول لهم ان الموضوع ده طبيعي، وبتسالهم عن اللي حصل بالظبط او تفاصيل الموضوع، بحيث انك تبقى عارف هل هم تعاملوا مع السنه بشكل مظبوط ولا لا، عشان بقى كده تعرف شغلك هيتكمل ازاي او هتكمل شغلك بناء على ايه. طيب ان كيس ان الاهل كانوا على درايه بالموضوع ده، حفظوا السنه بشكل مظبوط سواء بقى في سلاين او في لبن او تحت لسان ابنهم، وجولك خلال اول ساعه من موضوع الحادث ده، فساعتها هم اتصرفوا في الجزء بتاعهم بشكل صح جدا، وده هيسهل عليك بعد كده الشغل بتاعك ويخلي البروجنوزز احسن بشكل كبير جدا. طيب دلوقتي انت المفروض بقى تعمل ايه؟ اول حاجه المفروض بتغسل السنه بسلاين. بعد ما تغسل السنه بسلاين بتحاول تريلوكيت السنه في مكانها تاني بشكل مظبوط جدا، بحيث ان هي تبقى في نفس الليفل بتاع السنترال اللي جنبيه مثلا او اللاترال اللي جنبيه، بحيث ان هو يبقى البوزيشن بتاعها مظبوط تاني. طيب بعد كده المفروض بنعمل سبلنتنج للسنه عشان تثبت على الوضع اللي انت عملت له ريلوكيشن في مكانه ده بشكل مظبوط في المكان اللي كانت فيه قبل كده. المفروض بعد ما خلاص رجعت السنه مكانها، المفروض بعد ما كتبنا انتيبيوتيك لمده اسبوع، بيشنت بيجي لك تاني وتعمل له ميكانيكال. طب اشمعنى احنا استنينا اسبوع بالظبط عشان بعد ما عملنا سبلنتنج للسنه؟ عشان بيحصل حاجه اسمها ستيرايل نيكروزس. معنى ايه ستيرايل نيكروزس؟ معناها ان البالب بقى نيكروتيك وحصل له نيكروزس، بس لسه الانفكشن ما حصلهاش سبريدنج للبريبيكال تيشوز، فدي بتبقى حاجه كويسه لانك اوريدي بتعرف تعمل اندو للسنه. في نفس الوقت البروجنوز بيبقى احسن لان ما حصلش سبريد للانفكشن للبريبيكال تيشوز، وفي نفس الوقت بيحصل هيلينج بشكل اسرع بكتير. انت دلوقتي عملت ميكانيكال للسنه وحطيت كالسيوم هيدروكسيد، بتستنى اسبوعين، البيشنت يجي لك تاني بعدها، بتعمل irrigation تاني بشكل كويس جدا، وبعد كده بتحط كالسيوم هيدروكسيد تاني لمده اسبوعين تاني، وبعد كده في الاخر بعد الاسبوعين دول ما يعدوا كمان البيشنت بيجي لك بتعمل له اوبتيوريشن وخلاص على كده.